بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في محيط الملاعب اللي كانوا فيهم التظاهرات الإفريقية ولا الكان بحال ملعب الأمير ملعب عبد الله، ملعب مراكش إلى غير ذلك من الملاعب، ما اقتصرش المشهد الأمني على حواجز ودوريات تقليدية وكلاسيكية، لا، فاتوا إلى ما هو متطور يعني وفي واحد السيد عملي انتقال المغرب إلى ما هو أعمق وأذكى. الان ار بي سي او بطبيعه الحال بعيد على الاعين تنتشر منظومات نموذج امني استباقي تواكب اخطر التهديدات المعاصره، خصوصا خلال التظاهرات الرياضيه الكبرى وايضا معايير النظام العالمي. اليوم غادي نتحدثوا على التقنيه والدور ديالها. تقنيات الان ار بي سي او اللي هي منظومه امنيه ووقائيه متقدمه تستعمل من طرف الوحدات المتخصصه ديال الدرك الملكي بهدف الرصد والوقايه والتدخل في حالات تهديدات غير تقليديه، خصوصا اثناء تظاهرات كبرى بحال التامين ديال المحيطات المائيه. بعدا نشوفوا شنو هي هذه التقنيه واش تعني ان ار بي سي او. فهو اختصار دولي تيشير الى التهديدات الغير تقليديه. ان نوكليير، ار راديولوجيكال، بي بيولوجيكال، سي شيميكال، اكسبلوزيف بطبيعه الحال، نوويه، اشعاعيه، بيولوجيه، كيميائيه، متفجرات. اي تنهضروا هنا على امن شامل ضد اخطر السيناريوهات الممكنه، ماشي فقط الشغاب ولا الجرائم الكلاسيكيه ولا الجرائم التقليديه. علاش تستخدم هذه في محيط الملاعب؟ ان الملاعب ديال الكان عاده تستقبل عشرات الالاف الجماهير، تحتضن مباريات دوليه وتظاهرات اللي هي كبيره، بطبيعه الحال مباراه كبرى، يعني تتصنف كبنيه تحتيه حساسه، انفراستركتور كريتيك. اي تهديد ولو محدود تيكون عنده تداعيات كارثيه اذا ما تمش الرصد ديالو مبكر. دابا كيفاش تخدم هذه الوحدات ديال الدرك الملكي عمليا؟ بطبيعه الحال تكون الكشف مبكر، تستعمل اجهزه متطوره، تترصد مواد كيميائيه سامه اذا كانت في الهواء ولا اي تغيرات في ذاك المحيط في الهواء، الكشف ديال الاشعاعات غير طبيعيه، التعرف على عوامل بيولوجيه خطيره، اكتشاف متفجرات واخا تكون بكميه دقيقه ولا شظايا قليله، غالبا تكون اجهزه كما شفنا محموله، وتيكونوا بعض الوحدات ثابته، وتيكونوا يعني مركبات ديال التدخل متخصصه في عين المكان. للاشاره حتى الوقايه المدنيه راه كاينه وعندها هاد الفرقه. بطبيعه الحال فاش نديروا التحليل والتشخيص السريع، مجرد الاشتباه تيتم التحديد ديال نوع التهديد، تحديد درجه الخطوره، تقييم نطاق الانتشار. يعني هذا تيكون كل ثانيه وكل دقيقه، لان الزمن هنا هو العنصر الحاسم، تيحدوها في التايم، الوقت الحقيقي. بطبيعه الحال بعد ذلك يتم التدخل والتطويق ديال هذاك المشكل اللي كاين. هو شنو تيقول التاكيد من الخطر، فاش يتاكدوا تيديروا ليزولاسيون ولا العزل ديال المنطقه المشبوهه، اخلاء كلي ولا جزئي موجه على حسب تحتاجوا، تدخل فرق مدربه تكون عندهم بدلات واقيه، تحييد الخطر دون اثاره الهلع. هذا هو اللي تيكون. شنو اللي تيميز اعتماد الدرك الملكي على التقنيه ديال ان ار بي سي او؟ يعني اولا احترافيه عاليه ضد اداره المخاطر الحديثه، توافق في المعايير الدوليه ديال الامن الرياضي، استعداد لمواجهه التهديدات غير التقليديه، طمأنة الجماهير والوفود الدوليه. الرساله اللي تصيفط المغرب: الامن المغربي ما تنتظرش خطر ولكن تسبقه. وهذا في نفس الوقت عنده بعد استراتيجي. اعتماد ديال هذه التقنيه تنهضروا على انتقال المغرب من الامن الكلاسيكي الى الامن الاستباقي الذكي. جاهزيه ديال المملكه المغربيه، استضافه كاس افريقيا ثم كاس العالم واي فعاليه كبرى. تكامل هنا ما بين الدرك الملكي، الامن الوطني، الوقايه المدنيه، قوات المساعده، وايضا في الخلف ديالهم كاينه القوات المسلحه الملكيه. تنهضروا على الان ار بي سي او، ماشي مجرد معدات ولكن عقيده امنيه جديده تتحمل الارواح، تامن الفضاءات الكبرى، تتبين ان المغرب تتعامل مع الامن بمنطق الدوله القويه الهادئه. هذا هو المنطق باش تيخدم المغرب، لان تعتمد هذه المنظومه على الرصد ديال اي تغيير غير طبيعي في مكونات الهواء، كما قلنا اي اثر ديال الاشعاعات، مواد خطيره، بلا ما تعطل السير ديال
التظاهرات وتم المعالجه ديال المعطيات في الزمن الحقيقي، وهكا تيعاونك في اتخاذ القرارات. وهذا فاش نهضروا على التامين ديال محيط اي ملعب كما قلنا بهذه التقنيات، هو راه ما تيستهدفش فقط الجماهير، ولكن تندرج ضمن واحد الرهان سيادي المغرب لمقبل على تظاهرات عالميه بحال كاس العالم. ايضا رساله متعدده طبعا الجماهير الوطنيه للدوليه، تعزيز الثقه ديال الاتحادات الرياضيه العالميه والقاريه في المغرب، تاكيد قدره المؤسسات الامنيه على مواكبه المعايير الدوليه الاكثر صرامه. وتنهضروا هنا على ان الدرك الملكي تيمثل كما قلنا واحد الاحترافيه صامته بلا استعراض، وكاين افق اوسع تنهضروا على الامن المونديالي. ما تيمكنش الفصل ديال المقاربه الرؤيه الاستراتيجيه ديال المغرب في افق كاس العالم 2030. الدوله تستثمر في امن الجماهير اليوم وتتاسس بثبات المكانه ديالها كوجهه رياضيه عالميه عندها القدره على التحكم في ادق التفاصيل ديال المشهد الامني. بطبيعه الحال هي كما قلنا ماشي مجرد معدات تقنيه، ولكن عنوان التحول العميق في العقيده المغربيه. الان ار بي سي تقنيه امن استباقي ذكي هادئ تحمي الارواح، تامن الفضاءات الكبرى، تعزز الصوره المغرب كدوله يعني تتعرف كيفاش دير تدبير ديال المخاطر قبل ما تتحول الى ازمات. هنا نعطيو اشاره ان الاجهزه الامنيه كلها بجميع المكونات ديالها اللي شركات كانت ميدانيه، كان الامن الوطني، الدرك الملكي، كانت القوات المساعده، وكانت الوقايه المدنيه، هادو كلهم راه كانوا تيديروا واحد ادوار كبيره. هنا الاشاره حتى الشرطه العلميه والتقنيه راه كانت حاضره في الملاعب، كانوا تيديروا بزاف د الامور، تيديروا البوانتاج يعني ديال الناس، التنقيط بالضبط تسمى التنقيط ديالهم، تيأمنوا التيرانات واش كاين شي متفجرات واش كاين شي حاجه. المهم راه كانت واحد الخدمه على قدم وساق ما تتبانش في الكواليس. ربما من قدر من بعد كاس الافريقيا غيكون صورت معاهم شي اذاعات يا اما دوزام يا اما الاولى او لا ميديا او لا تيلي ماروك شاده الاولى بعد الجهه الالكترونيه، دابا يخرجوا روبورتاجات تيوضحوا لها ما هو امني. ولا ما دارتش راه مصيبه خصها دار. هادشي الاعلام وعندنا راه كارثه لا حول ولا قوه الا. وكبوا التظاهر من واحد النقطه مزيانه رياضيه، ولكن راه بحال دابا هاد المسائل خصهم يظهروها يوريو الناس كيفاش يخدموا، كيفاش يخدموا البوليس، كيفاش يخدموا الجندارم، كيفاش يخدموا الدرك القوات المساعده، الوقايه المدنيه، كيفاش يخدموا شركه الامن الخاص، عاوتاني الناس ديال النظافه، بزاف ديال المتداخلين اللي تشوفوهمش. ربما حتى الاجهزه الطبيه بحال شفنا واحد القناه تونسيه شي واحد كان تصاب ما عرفتش واش العيبين ولا من الطاقم وكانوا داوا البلوسينا. المهم هادشي باش تتبان تعرف شنو كاين المترقي. ونتمناو بصفه عامه نختموا ما نهضروش بزاف، وهاد التجربه ديال كاس افريقيا وهذاك الخدمه اللي خدموا من بعد فاش تسالى نفس الخدمات يتقدموا للمواطن باش تزيد البلد القدام. تحيه لكم، شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.